70 ركله جزاء لفريق المغرب الفاسي، ومدى مشروعيه ركله الجزاء والطرد. شوف هذه العمليه، تفضل سي طلال. تفضل. هنا كاين خطا ارتكبوا المهاجم ديال المغرب الفاسي ضد المدافع وضد حتى الحارس. هنا شوف، هنا المدافع رد الكره، ولكن المهاجم الوقت اللي كان جاي هز الرجل ديالو ومشى. ها شوف هنا المهاجم هنا، والوقت اللي غادي ينزل غادي يمشي يصطدم بالحارس، هو اللي غادي يخرج في الحارس، هنا غادي يصطدم به. اذا هنا كان على الحكم يعلن على ضربه خطا غير او ضربه خطا هنا على الاقل المدافع ديال فريق الحسيمه، وليس هناك ضربه جزاء. هذا هو اللي قلت انا قلت غنرجعوا لهذه النقطه هذه في اطار الحوار اللي كنا تنتحاوروا فيه وتنشوفوا الان العمليه. اولا هناك انا غادي نمشي نقولوا حنا العمليه الاولى ما فيها حتى شي حاجه، جوج ديال اللاعبين تيلعبوا الكره على نفس المستوى بجوجهم رقاو. الحارس نشوفوا رده الفعل الحارس جايه الكره في السماء مهزوز باش انه غادي يمشي الكره في السماء. اللاعب ديال فريق المغرب الفاسي هو اللي تيدخل فيها. شوف هنايا انا غادي نمشي نقول هنا شوف فين تدخل. خلينا نقولوا الخطا ديال اللاعب المهاجم، فين وقعت هذا الخطا؟ بغيتي تشوف الركبه ديالو ماشي الصدر ديال الحارس في المكان ديالو تينتظر الكره من الفوق اللي باغي يعترض لها، تيدخل فيه تيمشي تيسقط. ليست هنالك ركله جزاء بتاتا، والخطا وان كان هنالك خطا فهناك الخطا ضد اللاعب المهاجم ديال فريق المغرب الفاسي. تحكيم المواجهه انا غادي نقول المردود. باش قلت قبيله حنا راه عندنا حاله، وهي الحاله الان اللي موجوده. تمشي تسول اي واحد غادي تقول له المردود ديال التحكيم مزيان. عرفتي عند من؟ عند الناس اللي عند المغرب الفاسي، الناس اللي استفدوا. هذا هو المنطق دابا اللي كاين، اللي تيتحكم اللي ربما تيكون مؤثر لانه بالفعل. ولكن بلاتي نشوف ان ركله الجزاء مهم، ركله الجزاء ما كايناش. نعم سي طلال. بالفعل انا نخلي التقييم المراقب ديالو ضربه جزاء اللي ما كايناش يتعلن عليها المراقب. التقييم ديالك انت؟ انا قلت لك تحكيم فيه ضربه جزاء اللي ما كايناش. التقييم غادي يبقى للمراقب ديالو اللي غادي ينقص له من التنقيط ديالو، وشوف كيفاش غادي يقيم هو الحالات اللي. نعم. تحفظ من سي طلال.